السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. كنتمنى ان تكون طريقة السرد ديالي خفيفة على قلوبكم، وهاد القناة راها باقا صغيرة. كنتمنى ان شاء الله اي واحد يسمع لهاد القضية او هاد القصة ما ينسانيش من واحد الزر ديال لايك والاشتراك، وبطبيعة الحال يدير داك الجرس باش يبقى يوصلوا كل جديد في هاد القناة. وغنبدا معاكم ان شاء الله بسرد القصة. نبداو على بركة الله. القضية اللي غنشاركها معكم اليوم من دولة إيطاليا، وبالضبط في فيرونا، يعني وفي النواحي ديال فالديجيو سول مانسيو. هنا كانت واحد السيدة كدور بالعود ديالها، وتما في الحصان ديالها غادي ما يبغيش يرضخ ليها، وغيمشي لواحد البلاصه وما غيبغيش يتحرك منها. هنا السيده غادا تقول الحصان ديالي انا جيتو اليوم، يعني جيت لعندو اليوم بكري، علاش غاضب بحال هكا وما باغيش يطيعها ولا يمشي معاها وداكشي، فبقى كيجبد فيها لواحد البلاصه. وديك البلاصه كانت عباره على خلا، او كيف ما نقولوا واحد جنان ديال الزيتون اللي كان منسي. غادا تبقى تابعه الحصان ديالها باش تعرف مالو غضبان عليها، لان الحصان ما بغاش يتحرك ليها من البلاصه اللي وقف فيها. هنا فين غادا تشوف شي حاجه اللي كتبان بحال الراس ديال الهالوين مليوح. قالت صافي راه هذا غير شي راس ديال الهالوين، كملوا منه ماليه ولحوه. ولكن كما قلت لكم العود ما بغاش يتحرك من ديك البلاصه، واخا عيات ما تجر فيه. فبولات غدا باش تشوف شنو كاين في داك البلاصه. فتما غدا تكون الصدمه وغتكون الكارثه. تما فين غدا تلقى الراس ديال بنادم وماشي ديال الهالوين، وكذلك غدا تلقى جثه اللي مقطعه، هي كامله الجثه كامله ولكن مقطعه على 10، يعني مضروبه 10 ديال الضربات في الجسد ديالها، وما عندهاش الايدين والراس ديك الجثه. تما فين غتهز التليفون وغادا تعيط للبوليس، وغادا تقول لهم انها لقات جثه في المنطقه هذيك، وخاصهم ضروري يجيو للبلاصه باش يعرفوا هاد الجثه واش كترجع لراجل ولا امراه. البوليس باللي هزوا الجثه للتشريح الطبي، وبطبيعه الحال من خلال الراس بين امراه، وكذلك من بعد ما داروا البصمات وعرفوا الهويه ديالها، فعرفوا ان هاد السيده سميتها خديجه بلا ما نذكر لكم اللقب ديالها، وعندها 46 سنه وعندها 20 عام وهي ساكنه في الطاليان. هنا غادي يبداو يقلبوا على شي حد كيعرف هاد السيده وشكون هي ومنين جات وشكون اللي غيقدر دار فيها هاد الحاله، لان السيده لقاوها نهار 30 ديسمبر واللي بقات فيه ساعات قليله وغتدخل 2018. شكون اللي دار في هاد السيده هاد الحاله وعلاش داروا فيها هاد الحاله؟ هنا غادي يبداو يسولوا اي واحد يكون كيعرفها او كيشو او شافها او خدامه عند شي حد او ساكنه مع شي حد او والديها، كيقلبوا باش يلقاو ادق التفاصيل وشكون هي هاد السيده. هنا وبعد ما كما قلت لكم عملوا ليها البصمات، غادي يعرفوا هاد السيده انها كانت مزوجه بواحد السيد وطلقات منه. فاول واحد غادي يمشيو عنده هو راجلها اللي كان مزوج بها. غادي يسولوا عليها، طبيعه الحال غيقول لهم انا كنت مزوج بها ولكن راه طلقت انا وياها، وشحال ما بقيت شفتها ملي طلقنا، يعني ما بقات عندي حتى شي علاقه. وداك الشيء اللي كان، لان البوليس غادي يتبعوا راه وغادي يشوفوا واش بصح نيت وفين كان داك النهار اللي تقتلت فيه السيده. غادي يلقاوه بصح نيت ما كيكذبش عليهم، السيد كان في العمل ديالو وما عنده حتى شي علاقه بهاد الجريمه. هنا غادي يبداو يسولوا على اقرب الناس اللي كيعرفوها. غادي تقول لهم واحد السيده على ان عندها واحد صاحبتها مغربيه وكانت ساكنه حداها في الدار اللي كتسكن فيها. يستجوبوها وغتقول لهم اييه هي خديجه صاحبتي، وغادي يقولوا لها واش عندك عليها شي معلومات، واش كتعرفيها، واش طبيعه الحال غادا تجاوبهم وغتقول لهم اييه خديجه كانت كتسكن حدايا وكانت جارتي وعزيزه عليا وراها صاحبتي وباقا صاحبتي لدابا. هنا فين غادي يقولوا لها البوليس راه حنا لقيناها ميته في منطقه خاليه في نواحي ديال فيرونا. غادا تقول لهم ما يمكنش، انا يلا هضرت معها غير البارح كيفاش وقع لها. غادي يقولوا لها فين خديجه كتسكن؟ غتقول لهم كانت كتسكن بصح نيت حدايا ومشات انتقلت للعيش مع واحد السيد اللي كتسكن معاه، وفي نفس الوقت راه كتقدم لي خدمات حيت هو مريض بشلل الرعاش
وكذلك ما كيقدرش يتحرك بزاف، وديما جالس على واحد الكرسي متحرك، وبطبيعه الحال هي اللي واقفه ليه وهي اللي كتعاونوه وهي اللي كدير معاه بزاف. هذا السيد راه مهندس متقاعد سميتو اغيم، واللي مولود وفي العمر ديالو 51 سنه. هذا السيد بحكم ان العائله ديالو كلها تخلات عليه، فولا كيجيب معينات منزليه اللي كيعاونوه نهار كامل وكيمشيو في حالاتهم. وبحكم ان خديجه ما عندهاش فين غتسكن، فاقترحت عليه انها تبقى تخدمو 24 ساعه في 24 ساعه وتسكن معاه، ولا كانت جاتها شي خدمه ولا شي حاجه تقدر تمشي تخدم وتعاود ترجع عاوتاني تكون به وتوقف معاه. داكشي اللي تفاهموا عليه. بقات خديجه خدامه عند هذا السيد وبقات كتعاونو وكتدير ليه كما قلت لكم الخدمات المنزليه كمعينه منزليه، وتعاونوا في كل شيء، في دواه، في كل شيء. لواحد النهار غتجيه وغتقول له شوف راه عندي واحد الخدمه اللي عندي فيها غير ساعتين، غنمشي ندير الميناج في واحد المخبزه، ومن تما راني غادا نرجع في العشيه غتلقاني في الدار. تفاهمت معاه، قال لها واخا. السيده بقات خدامه كل نهار في ديك المخبزه، كتمشي ليها كدير لها الميناج واحد الساعتين وكترجع في العشيه بكري، يعني ما كتجيش في الليل، كتجي مع ديك 6 كتجي مع ديك 5، كتجي كتوجد ليه عشاه، كتعطيه دواه، مهم دايره اكثر من جهده مع هذا السيد. هنا البوليس غادي ينتقلوا على وجه السرعه وغادي يمشيو عند هذا السيد هذا اللي سميتو اغيم، وغيسولوه على المغربيه، وغادي يقولوا ليه راه حنا لقيناها مقتوله ومحيد ليها راسها، بطبيعه الحال غيقولوا ليه التفاصيل كامله، ولقيناها مليوحه في منطقه خلاء. هنا غادي يبدا يبكي اغيم وغادي يتاثر لانه كانت عزيزه عليه بزاف وكان كيبغيها، وقالها البوليس قال لهم انا راني كنت كنبغيها بزاف وكنت باغيها للزواج، ولكن شكون اللي غيقدر يكون دار فيها هذه الحاله وهو كيترعد وحالته حاله ودخل في حاله هستيريه. فالبوليس بداو كيهدنوا فيه وبداو كيعطيو فيه في الدواء ديالو، وهو بطبيعه الحال راه متقاعد يعني مسكين ما كيقدرش يوقف على رجليه، فبقى كيبكي بزاف عليها وبقات فيه بزاف خديجه لدرجه انه ولا كيندم علاش خلاها خرجت في ديك العشيه. المهم البوليس ما سكتوش وما حبسوش، واخا ان السيد اللي كان مزوج بها قال انا ما عنديش بها علاقه بعد ما طلقات مشات في حالاتها، والسيد هذا كذلك قال لك مشات بلي مشات تخدم تسنيتها انها تجي فما رجعاتش، لان نهار 31 ديسمبر هي فاش جات البوليس لعند هذا السيد اغيم هذا، ويعني وما كانش عارف ان السيده وقعت لها شي حاجه، قال ممكن تكون مشات باتت عند صاحبتها المغربيه، ممكن بقات تما عند شي وحده، ما عرفش المهم كيفاش القضيه ديالها. هنا البوليس ما غاديش يصبروا وما غاديش يسكتوا، واخا بغى هذا الملف يتسد لانه ما لقاو حتى طريق منين غادي يجبدوا هذا القاتل، لان ما خلاو راه حتى شي اثر وحتى شي بصمه ما كاينه على الجثه. يعني اللي خدم هذه الخدمه كان عارف شنو كيدير، لابس ليغات وكان عارف ان ما غاديش يطيحوا عليه البوليس. فبقاو كيحاولوا مع صاحبتها المغربيه واش كتعرفي شي حد اخر كيعرفها، فقالت لهم انا كنعرف غير اغيم وهو اللي كانت عايشه معاه، وهو راه كان كيضربها وفي نفس الوقت ما كانش كيخلي ليها يعني من الهضره الخايبه والهضره الخاسره، كان دائما كيعيرها. والوقت اللي قالت لي في 2017 انها بغات ترجع لبلادها المغرب وبغات تعيش تما وتكمل حياتها تما، فدار فيها وقال لها ما يمكنش تخليني وانا في هذه الحاله وتمشي للمغرب. هذاك الشيء علاش كنظن انه هو اللي غيكون قدر دار فيها هذه الحاله. هنا البوليس غادي يرجعوا لكاميرات المراقبه وغادي يرجعوا لاي حاجه باش تقدر توريهم اللغز المحير ديال وفاه خديجه. هنا فين غادي يمشيو البوليس كما قلت لكم لكاميرات المراقبه وغادي يشوفوا شكون هو القاتل، والقاتل اللي صدق ودار راسو بريء هو اغيم. وبطبيعه الحال كان معاه ولد خوه ليزاند واللي كان في العمر ديالو 27 سنه وهو طالب جامعي. قال لهم بصح انا مشيت عند عمي وشتو ولكن رجعت في حالتي في ذاك النهار. وهنا غادي يشوفوا في الكاميرا ان السيد غادي واقف على رجليه وما عنده حتى شي حاجه، بصح هو عنده مرض الرعاش ولكن كيقدر انه يوقف على رجليه وما عنده يعني ما عندوش مشكل انه يمشي بلا كرسي متحرك. وهو هاز واحد الحقيبه اللي كانت زرقاء ورياضيه، وكذلك واحد الحقيبه اللي كانت كحله وهي اللي تلقات فيها الجثه ديال خديجه، واللي اعترف انه هو اللي قتلها.
وشنو وقع ليها نهار 30 ديسمبر. كانت خديجه كانت خدامه في المخبزه، وبعد ما كملات رجعت بكري باش توجد ليه العشاء ديالو وتعطيه الدواء ديالو كما العاده. هنا غادا تبدا بالمناوشات هي وياه، لانها دائما كتقول ليه انا صافي راني عييت وراني بصح نيت راني بغيت نرجع للمغرب، ولكن هو كان كيشك بالخيانه ديالها. هادشي اللي قال هو، وكان كيقول انا كنت كنبغيها بزاف، ولكن هي مات الاخيره ولات عندنا المشاكل بزاف. هذاك الشيء اللي غادي يدير ليها في ديك الليله كارثي. غادي يخلي خديجه حتى تبدل حويجاتها، وغادا تمشي لبلاصتها باش تنعس، وغادي يهز واحد الاله حاده وغادي يضربها 3 المرات على مستوى الراس، وغادي يهزها من تما ويهبطها لواحد البلاصه، وغادي يبدا يقطع فيها، وغادي يخليها صينه، هي صينه ولكن مقطعه على 10 ديال المرات الا اليدين والراس اللي محيدين. وغادي يديرها في ديك الحقيبه الرياضيه، وغادي يديرها في الحقيبه الكحله الكبيره، يرميها في ديك البلاصه اللي لقات فيها السيده الجثه. بطبيعه الحال كل الادله ضد اكيم، ولكن هنا غادي يقولوا ليه البوليس على ان كاين شي حد عاونك بما انك انت مريض، فغادي ينكر وغادي يقول لهم نهائيا وبتاتا ما عنده حتى شي علاقه ولد خويا بهذه الجريمه، وغادي يطلق سراح مؤقت وهو غيلبس هذه القضيه بوحده. وهنا غادي تخرج واحد الجمعيه مغربيه اللي ما غادي تستنكر هذا الفعل، هذا الاجرامي اللي وقع في خديجه، وغادي يديروا لها 2 محاميات باش تاخذ خديجه حقها في القبر، لان السيده مسكينه كانت ناويه ترجع على رجليها للمغرب فرجعوها في صندوق، فحسبي الله ونعم الوكيل. هنا غادي يديروا واحد الوقفه احتجاجيه في فيرونا، وغادي تاخذ حقها بطبيعه الحال خديجه، وغادي تحكم على المجرم ب20 سنه نافذه. ومع ذلك خديجه مسكينه غتكون خدات شويه من حقها، لان 20 عام راه غادي يكون العفو وغادي يعاود يخرج تاني للدنيا. اما خديجه راه فقدت حياتها، والله يرحمها ووسع عليها ضيقه القبور. وهنا كنتمنى ان هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم حتى القصه جايه ان شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامه.